السلام عليكم، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الايس كريم المانجا الكريمي التحفه ده يعني بمكونين بس. شايفين بمكونين بس. تعالى اقول لكم بقى. انا جبت مانجا كنت مفرزاها وبعد كده قطعتها مكعبات صغيره كده زي ما انتم شايفين. وجبت جبت الكبه او الهاند بلندر، عملتها بالهاند بلندر انا. ولو ما عندكيش هاند بلندر ممكن تضربيها في الخلاط، بس يعني خلي بالك شويه بشويه. وده حليب محلى مكثف انا عاملاه في البيت، عاملاه بكوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره بس. هحطلكم الرابط في اول تعليق مثبت. وهبضربه زي ما انتم شايفين بالكبه بس، يعني من غير اي مكونات تانية يعني. عاوزين بقى تستبدلوا الحليب المكثف، ممكن تحطوا معلقة يعني مش حابين، بس هو ده اسهل حاجة يعني، اللي هو لا في كريم شانتيه ولا اي حاجة تانية، يعني اللي هو بمكونين بس ومش مكلف وسهل جدا. ممكن تعمل اي نوع فاكهة. انا عملت الموز زيها بالظبط نفس الطريقة، كمان عشان ضربته بالهاند بلندر جامد. وحطيت حليب محلى مكثف. ممكن تستدري يعني، بدل ما تحطي الحليب محلى مكثف ممكن عسل نحل وتحطيه في الفريزر. تحفة جدا، كريمي وسهل بسيط. اللون بتاعه حلو ومش محتاج لأي ألوان بتتحط لها صناعية ولا أي حاجة. هنحطها في الفريزر لمدة يوم كامل، وتاني يوم بنفس الشكل اهو بعد ما طلعته من الفريزر. اهو شايفين، تحفة جدا وكريمي وسهل جدا وبتعمل بكل بساطة. اي نوع فاكهة بقى، اي نوع فاكهة ممكن يتعمل. الخوخ هو بس اللي بيتسلق. كانتالوب بيتعمل على كده برضو. نبقى نعمل ان شاء الله كام نوع باذن الله مرة تانية. وحط عليه بقى شوكليت شيبس، طعمه خرافة يا جماعة، خرافة. جربوه يا رب يكون عجبكم. و... وتشتركوا بقى في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله تلاقوا مني كل جديد. معلش انا بتأخر عليكم في الفيديوهات، بس غصب عني. شايفين بقى التحفة دي. وبعد كده زي ما قلت لكم، عايزين تاكلوه على كده بس بالشوكليت شيبس، او ممكن تحطي صوص الشوكولاتة من فوق، او ممكن تاكليه على كده يعني. ده اختياري. انا هحط شوكليت شيبس، ده اختياري. انتي لو حابة ماشي، لو مش حابة خلاص. كليه بصوص الشوكولاتة، كليه على كده، هو خرافة. في الجو الحر ده خلاص بقى ابتدى الجو يحر شوية. بس وسهلة زي ما انتم شايفين، من غير مكونات كتير ولا تعقيدية بقى ولا اي حاجة. شايفين بشغل زين بقى احط شوكولاتة شيبس بقى احط شوكولاتة شيبس كتير. شايفين تحفة جدا يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.